بيبتدي فيلمنا النهارده في اوكرانيا وبالتحديد في حلبة قتال غير شرعي مع المصارع الروسي يوري بويكا اللي قضى اكتر من 10 سنين في السجن، وبعدها اتجه للقتال علشان يكسب من فلوس المراهنات، لان النوع ده من القتال بيكون له جماهير كتير جدا بيراهنوا على المصارعين بمبالغ كبيرة. بيبدأ الماتش بلكمة قوية جدا من بويكا في وش الخصم اللي بيحاول انه يفاجئه بضربة سريعة، لكن بويكا بيكون مسيطر اكتر وبيوجه كل ضرباته في الوش علشان يقلل تركيزه ويخلي له نقطة ضعف، لحد ما المصارع بيضربه ضربة قوية بتأثر في بويكا اللي بيتعصب ساعتها وحرفيا بيوري له الوش التاني، خصوصا مع صرخات مئات الجماهير اللي حاطين رهاناتهم كلها عليه. وفعلا بويكا مش بيخيب املهم، وبننتقل بعد كده لسجن مشدد بالحراسة في روسيا واللي بويكا كان مسجون فيه قبل كده، وبتتم فيه نفس ماتشات القتال برضه، لكن جوه السجن وبعلم المأمور وبطريقة غير شرعية. بيدخل المصارع العملاق كوشمار اللي يعتبر اخطر مسجون في روسيا، لدرجة انهم بيربطوا ايده ورجله وبيحطوا له قناع على وشه زي اللي بيحطوها على الحيوانات المفترسة. لكن طبعا كل ده بيتفك لما القتال بيبتدي بينه وبين مصارع اسمه ريتشارد، بيحاول يستغل خفة حركته في انه يضرب الضربة ويهرب الناحية التانية بسرعة قبل ما كوشمار يمسكه، لكنه طبعا مش هيفضل كده على طول لان الحلبة صغيرة، وبمجرد ما كوشمار بيقرب منه بيشيله على كتفه وبيرميه على الارض بطريقة صعبة جدا، لدرجة ان المصارع بينزف من بقه من قوة الضربة. ومش بيكتفي بكده وبس، لا ده كمان بيفضل يضرب فيه لحد ما المصارع جمجمته بتتكسر حرفيا وبينزف من كل حتة وبيموت. وطبعا كل اللي في السجن ما بيكونش هاممهم اي حاجة غير المراهنات اللي هياخدوها من وراه. وبيروح بويكا الكنيسة بعد كده علشان يقدم تبرعات وهداياه للأطفال اللي هناك، لكن القسيس بيطلب منه انه يتكلم معاه في خصوصيته، وبيقول له ان الرياضة بتاعته غير قانونية والأحسن انه ما يقدمش تبرعات تاني لان الفلوس مشكوك فيها. لكن بويكا بيفهمه انها رياضة عادية زي اي رياضة ليها قواعد بيمشوا عليها، ومحدش منهم هيقدر يمنعه انه يزور الكنيسة مهما كان. واثناء ما بويكا بيتمرن بيروح له مدير اعماله كيريل اللي بيقول له ان في بطولة قتال قانونية هتتلعب في المجر قريب، وانه يعرف منظم البطولة شخصيا اللي هيكون من ضمن الجماهير اللي هيحضروا في الحلبة بالليل، ولو المنظم ده شافه بيلعب باحترافية هيضمه للبطولة اللي جوائزها ضخمة جدا. وده طبعا بيفرح بويكا اللي اخيرا مش هيلعب في الضلمة تاني ولا هيبقى فيه لوم على الفلوس اللي بيكسبها. وبالليل بيجهز بويكا لأهم ماتش في حياته واللي تقريبا هيحدد مصيره، وبيروح لكيرل قبل الماتش وبيقول له انه شاف فيديوهات كتير للمصارع اللي هيقابله وواضح انه قوي جدا، لكن بويكا بيقول له انه مفيش حاجة هتقف بينه وبين البطولة دي مهما حصل. وده بالظبط اللي بيكون كيرل عايز يسمعه، لانه عارف ان عزيمته لوحدها كافية تدمر الحلبة باللي فيها. بيبدأ بويكا الماتش مع مصارع شاب اسمه فيكتور، بيكون واضح عليه انه بيعرف يصد الضربات كويس، لكن بويكا بيكون اسرع منه في التفكير، فلما بيضرب ضربة وفيكتور بيصدها بتكون الضربة اللي بعدها جاهزة علشان ما يقدرش يتفاداها. وبعد ما بيقوم فيكتور من على الارض بيضرب بويكا اكتر من لكمة في وشه ما بيقدرش يصدهم، وكمان بيرميها على الكورنر علشان يأثر على عضلات ظهره. وكعادة كل ماتش اول ما بيتعصب بويكا بيتحول لشخص تاني وبيضرب فيكتور كذا لكمة ورا بعض لحد ما بيبقاش عارف الضربة جاية له منين. وهنا بيدخل بويكا بالقاضية اللي بتكون عبارة عن ضربة قوية بركبته في وشه واللي بتطير لفيكتور حامل اسنان اللي المصارعين بيلبسوه، وبيقع بعدها على الارض في مشهد بيفرح كل الجماهير اللي بيراهنوا على بويكا لانه قرب يضاعف لهم فلوسهم. وبيطلب الحكم من فيكتور انه يرن الجرس وينهي الماتش، لكنه بيرفض وبيرجع للحلبة تاني، والمرة دي بويكا بيضربه لكمة قوية برضه. ولما فيكتور ما بيقدرش يستحمل بيقع على الارض تاني وبيطلب منه بويكا انه يستسلم، بس لما بيرفض بويكا بيجيب اخره وبيعاقب المصارع على القرار الغلط اللي اخده. ولما بيضربه المرة دي ما بيقومش من على الارض من بعدها، وبينتهي الماتش بفوز بويكا. وبعد شوية بيروح لمنظم البطولة وبيقول له انه رسميا اتقبل في البطولة اللي هتبدأ بعد اسبوعين، وبكده يكون حلم بويكا اتحقق. ولما بيخرج من الحلبة بيتفاجئ ان المصارع فيكتور حالته صعبة جدا والاسعاف وصلوا علشان ينقلوه المستشفى لان عنده ارتجاج في المخ بسبب الضربات اللي اتعرض لها، وما بيقدرش بويكا ينام بسبب كم الكوابيس اللي بتجيله، ده غير عذاب الضمير حوالين اصابة فيكتور اللي هو اتسبب فيها. وفي اليوم اللي بعده بيروح بويكا لوكيل اعماله وبيسأله عن حالة المصارع اللي قابله امبارح، وبيصدمه كيرل لما بيقول له انه مات.
وهنا بيتأثر بويكا لأنه ممكن عيلة فيكتور يتشردوا من بعده، فبيفتح شنطة المتعلقات بتاعته وبيعرف من الصور إن عنده زوجة اسمها ألما وعايشة في مدينة دوروفني في روسيا. وساعتها بيطلب بويكا من كيريل إنه يحضر له جواز سفر مزور علشان يسافر روسيا يقابل مرات فيكتور، لكن كيريل مش بيوافق لأن بويكا مطلوب للشرطة هناك وممكن في أي وقت يقبضوا عليه. بس بويكا بيكون مصمم على قراره وبيجبر كيريل انه يعمل له اللي هو عايزه. وبننتقل بعد كده لجنازة جوزيف اللي مراته ألما بتكون حزينة جدا على فراقه، وبيحضر الجنازة زعيم المافيا الروسي زوروب اللي بنعرف من كلامه ان جوزيف كان مديون له بمبلغ كبير، وطبعا بعد موته فالمفروض ألما هي اللي تسدد المبلغ، ولان حالتها المادية صعبة جدا فبتعرض عليه انها تفضل شغالة عنده لحد ما تسد اللي عليها، لكن زوروب بيكون عينه منها وبيعرض عليها انهم يكونوا مع بعض مقابل انه ينقل حياتها لمكانة تانية خالص، وبعدها بيسيب لها فرصة علشان تفكر. اما بويكا فبعد ما بياخد الباسبور في اليوم اللي بعده بيقرر انه يسافر روسيا في نفس اليوم، وبيمشي حسب تعليمات كيريل اللي قال له سافر بالطريق البري القديم لان ما فيهوش غير نقطة تفتيش واحدة، والعساكر اللي فيها مش بيهتموا اصلا بقوائم المطلوبين. وفعلا بينفذ بويكا تعليماته بالحرف وبيدخل روسيا بامان، وبيروح لدار الرعاية اللي ألما بتشتغل فيها الصبح مربية للأطفال. لكن قبل ما يروح يتكلم معاها بيوصلوا رجالة زوروب اللي بياخدوها معاهم في العربية علشان تبدأ شغلها الجديد، وبعد ما بيعرف بويكا العنوان من البواب بيروح وراها وبيتضح ان ألما بتشتغل جرسونة في حلبة للقتال الغير مشروع برضه واللي بيديرها زعيم المافيا زوروب. ولما بيروح بويكا يتكلم معاها بيلاقي حراس زوروب بيمنعوه وبيطردوه من المكان، وقبل ما يهجموا عليه بيكون بويكا مجهز نفسه وبيخلص على الأربع حراس كلهم بأقل مجهود، وساعتها بيروح لزوروب بنفسه وبيعرض عليه انه يشتغل معاه في القتال الغير مشروع وهيكسبه فلوس كتير، لكن بويكا بيقول له انه جه هنا علشان يتكلم مع ألما وبس، وبيفهمه زوروب ان ألما تخصه ولو قرب منها تاني هيقتله، وبيسيبه وبيمشي بعد كده وبيؤمر رجالته انهم يراقبوه. وفي اليوم اللي بعده بيروح بويكا دار الرعاية وبيحاول حارس زوروب انه يمنعه يدخل، لكنه بيضربه وبيروح بعد كده لألما وبيديلها الرسالة اللي فيكتور كان كاتبها لها قبل ما يموت، وبيعرف منها انها مديونة لزوروب بمبلغ كبير. ولما بتسأله ألما كان يعرف فيكتور منين بيقول لها انه يبقى المصارع اللي جوزها كان بيتقاتل معاه قبل ما يموت، وساعتها بتبكي ألما وبتدي لبويكا فلوسه اللي كان عايز يسيبها لها وبتطلب منه انها ما تشوفوش تاني. وبالليل بيروح بويكا لزوروب وبيتفق معاه انه يلعب 3 ماتشات قتال ويديله كل الفلوس اللي هتيجي منهم مقابل انه ينسى الدين بتاع ألما، لكن بشرط ان بويكا يكسب بطل الحلبة بتاعته في الاخر واللي هو يبقى المصارع الضخم ايجور. وبيأكد عليه بعدها انه هيلعب ال3 ماتشات في ظرف اسبوع واحد لانه مستعجل، ودي طبعا مجازفة كبيرة من بويكا اللي بيتفاجئ ان زوروب يعرف اسمه الحقيقي، لكن قبل ما يمشي بيعرفه انه مستحيل يبلغ الشرطة لانه بقى بيشتغل معاه. وبيتصل بويكا بوكيل اعمال وبيبلغه انه هيفضل في روسيا اسبوع كمان. ولما بيخرج من البيت بيقابل ألما اللي بتقول له انها مش عايزاه يقاتل عشانها لانها مش للبيع، وبيعرفها بويكا انه بيعمل كده لانه حاسس بالذنب في موت جوزها وانه مسؤول انه ينقذها من المشكلة بتاعتها. وبعد شوية بيروح بويكا النادي علشان يتمرن قبل ما يبدأ ماتشات القتال، ولما الشباب اللي هناك بيضايقوه بيضرب واحد منهم ضربة قوية برجله ما بيقومش من على الارض بعدها، وده عشان محدش يفكر يتعرض له تاني. وبالليل بيبتدي بويكا اول ماتشاته قصاد مصارع اسمه تاراسوف بيستغل تشجيع الجماهير ليه وبيقدر انه يلكم بويكا اكتر من مرة وبيشيل وبيحاول يقسم ظهره، لكن بويكا بيصد الضربة بطريقة محترفة جدا وحرفيا مش بيسمي عليه. بعدها بيستغل انه واقع على الارض وبيقعد فوق وبيكون على وشك انه يدمر له جمجمته، لكنه بيفتكر الحادثة الاخيرة بتاعت فيكتور وبيقرر انه يرحمه من اذيته. وبينتهي الماتش بفوز بويكا، وبعدها بتقدم له ألما العصير وبتعرض عليه انه يتمرن في صالة التدريب اللي في دار الرعاية اللي هي شغالة فيها، وبيوافق بويكا لانه مش عايز يتعارك مع الشباب اللي في صالة التدريب التانية. وفعلا في اليوم اللي بعده بيبدأ بويكا تدريبه هناك وسط الاطفال له وهو بيستعرض مهاراته. وبالليل بيخوض تاني قتال له، لكن المرة دي بيكون ضد مصارعين توأم وما بيقدرش طبعا انه يعترض لان مفيش قوانين. وبنلاحظ ان القتال ده صعب جدا على بويكا اللي كل ما يضرب واحد يلاقي التاني مفاجئه بحركة غريبة ما بيكونش عامل حسابها، زي الضربة اللي اخدها في ظهره واللي اثرت فيه جدا لدرجة انه اخد ثواني يرتاح فيهم. وبيرجع بويكا للحلبة تاني وبيرجع
بيرمي واحد فيهم عند الكورنر وبيضرب فيه لحد ما بينزف من بقه، وعلى الرغم من انه بيرجع تاني لكن جسمه بيكون اتدمر، وده بيسهل على بويكا الماتش، واللي بيطير في الهواء علشان يضرب الاول ضربة مزدوجة برجله وبيقع بتقل ظهره على التاني، وساعتها الاتنين مش بيتحركوا بعدها، وبينتهي الماتش التاني بفوز بويكا برضه. وده طبعا بيضايق زوروب اللي بيروح لمأمور السجن كوتجيف وبيعرض عليه رشوة كبيرة جدا علشان يسمح للمسجون العملاق كوشمار انه يخرج من السجن ليلة واحدة ويجي يخوض قتال في الحلبة بتاعته. ولما كوتجيف بيرفض بيقول له انه كمان هيسلمه مسجون هارب من العدالة وهو يوري بويكا، وساعتها بيوافق المأمور. وبعد ما بيخلص الماتش بيروح بويكا صالة التدريب يتمرن على طول، وهناك بيقابل ألما اللي بتجيب له دواء يساعده علشان يخفف جروحه، وبيسألها بويكا ليه ما بتاخدش متعلقاتها وتسافر بلد تانية بدل الاستعباد اللي هي عايشة فيه، وبتقول له ألما ان الأطفال الموجودين هنا متمسكين بيها جدا لأن هي اللي مربياهم، ولو سابتهم وما رجعتش تاني ممكن جدا يتشردوا ويبقوا بلطجية، وكل ده هيبقى بسببها، فعشان كده مستحيل تسيب المدينة مهما حصل. وفي اليوم اللي بعده بيتصل كيرل ببويكا وبيفكروا ان ميعاد الاتوبيس هيكون الساعة 10 ولازم يكون هناك النهاردة علشان المؤتمر الصحفي بتاعه في المجر. ولما بيرجع بويكا الفندق بيقابل ألما اللي بتسأله هو قتل جوزها ازاي، وبيضطر بويكا انه يحكي لها حكايته من الاول، وانه ما شافش جوزها في الحلبة اصلا، وكان كل همه انه يوصل لحلمه بغض النظر عن اللي هيحصل، وكانت النتيجة موت فيكتور. وده طبعا ما بتقدرش تتحمله ألما اللي بتنهار في البكا وبتسيبه وبتمشي على طول. وبالليل بيبدأ الماتش الثالث والأخير لبويكا ضد المصارع إيجور الملقب بملك الحلبة، لأنه ما خسرش ولا قتال قبل كده. وبنشوف إيجور وهو متحمس جدا وبيستغل إن بويكا جسمه متدمر قبل كده من الماتشات القديمة، وبيوجه له ضربات سريعة في دماغه علشان تقلل من تركيزه. والأول مرة بنشوف مستوى بويكا هو الأقل في الحلبة، وحتى لما بيحاول يعمل عليه كماشة بيكون إيجور عامل حسابه وبيقلبها لصالحه وبيكسر ضلوعه وسط تسقيف الجماهير ليه لأن كل رهاناتهم معاه. ولما بيقع بويكا على الحبل وبيشوف نظرة ألما له بيستعيد قوته من تاني وبيرجع للماتش اللي كان مطحون فيه، وبيلكم إيجور كذا لكمة ورا بعض وما بيقدرش يصدهم، وبيطير في الهواء علشان الضربة المزدوجة اللي بيعملها برجله، واللي بعدها إيجور بيقع على الأرض وما بيتحركش من مكانه. وبينتهي القتال الثالث بفوز بويكا اللي بتفرح ألما جدا علشانه. لكن قبل ما يخرج من الحلبة بيروح له زوروب وبيقول له ان الاتفاق بتاعهم كان انه يقاتل لصالحه 3 ماتشات ويكسب بطل الحلبة كمان، فدلوقتي هو كسب 3 ماتشات بس وجه الوقت انه يقاتل بطل الحلبة. ودي طبعا حجة سخيفة من زوروب اللي عايز يداري فشله بأي طريقة علشان ألما ما تروحش منه. وبيضطر بويكا انه يخوض القتال الاخير دلوقتي لان الاتوبيس بتاعه هيتحرك بعد نص ساعة بس. وبنتفاجئ بعد كده ان بطل الحلبة ده يبقى العملاق كوشمار اللي بيوصل المكان بحراسة مشددة عليه لانه خطر جدا. وبيبدأ الماتش ضد بويكا ومفيش ولا ضربة بتأثر فيه، لكن ضربة واحدة بس بدماغه كانت كفيلة انها ترمي بويكا على الارض. وحتى لما بيقوم تاني وبيحاول يرجع الماتش بيلاقي كوشمار رميه على الحبل وضربه كذا لكمة ورا بعض لحد ما حامل الأسنان بتاع بويكا بيقع منه، وبعدها بيفقد الوعي اللحظات. وبيشوف بعدها زوروب وهو فرحان لأنه خلاص هيكسب الرهان وألما هتكون من نصيبه، وده بيحفز بويكا أكتر وبيساعده انه يستعيد قوته ويهجم على كوشمار اللي على الرغم من ان ضربته مميتة حرفيا لكن حركته بطيئة، وده اللي بيقدر بويكا يستغله وبيستناه لحد ما هو يضربه الاول وبعدها يصد الضربة ويلكمه في نفس اللحظة. ولان كوشمار ضعيف في صد الضربات فما بيقدرش يخرج من سيطرة بويكا للماتش اللي بيضربه لكمة قوية في وشه وبتوقع له حامل اسنان برضه. وساعتها بيستغل بويكا انه مهزوز وبيعمل كماشة على رجله وبيكسرها له وبيفضل يركز عليها لانها بقت نقطة ضعفه، وبيستناه لحد ما بيقع تاني وبيكسر له ايده بنفس الطريقة. واول ما بيقوم بيطير في الهواء وبيضربه الضربة المزدوجة بتاعته اللي بتطير كوشمار من الحلبة اصلا. وبيفوز بويكا بالقتال وسط صدمة الجماهير اللي ما كانوش متوقعين اللي حصل. وبعدها بياخد زوروب ألما معاه وبيهربوا من الباب الخلفي، ولما بيشوفهم بويكا بيحاول ينقذها لكن الحراس بتوع زوروب بيهجموا عليه بالعصيان وبيفضلوا يضربوه لحد ما بيفقد وعيه. وبعدها المفروض انهم هينقلوه للسجن، بس اول ما بيسمع بويكا صوت صرخة ألما وهي بتبكي بعد خطف زوروب ليها بيتفاجئوا الحراس بانه قام من جديد وبياخد العصاية من الحراس وبيضربهم بيها لحد ما بيخلص عليهم واحد ورا التاني.
وبعد شوية بيهجم عليه 2 مسلحين بمسدسات وبيقدروا انهم يصيبوه في كتفه برصاصة، لكن بويكا بيرمي العصاية على واحد منهم وبيضربه بيها وبياخد منه المسدس وبيقتل بيه التاني من مسافة بعيدة جدا. ولما بيخرج من المكان بيلاقي زوروب مثبت ألما بالمسدس وبيهدده انه هيقتلها لو ما نزلش المسدس على الارض. وبمجرد ما بويكا بيسيب المسدس من ايده بيكون زوروب مجهز نفسه انه يخلص عليه، لكن ألما بتعضه في ايده وساعتها الطلقة بتيجي في كتف بويكا اللي بينط عليه وبيخنقه بايده لحد ما بيموت، وما بيقدرش بويكا يتحرك من مكانه بعد كده بسبب كم الاصابات اللي في جسمه. وبيطلب من ألما انها تسامحه على اللي عمله في جوزها، وقبل ما ترد عليه بيكون البوليس وصل وبيقبضوا على بويكا، وبكده يكون انتهى الفيلم.